صباح الخير، صباح الورد، وحشتوني والله. آه طبعا الدنيا عندنا برد قوي. حصل عندنا عاصفة ثلجية، ويعني برد جدا. خلوني أعكس لكم الكاميرا شوية تشوفوا آه المهم تفرزنا باقي شوية بس يفرزنون احنا. آه المهم ما علينا. حبيت أتكلم في موضوع لأنه وصلتني رسائل كثير على الخاص، سواء واتساب، سواء بالفيسبوك، سواء سناب، مع اني مستخدمش السناب، فتحت حساب بدون ما استخدمه. المهم، اول شي ما اشتيكم تعلقوا علي خالص، انا من النوع اللي ما احبش الفلترات ولا احب المكياجات، فتقبلوني زي ما أني، اسمعوا الكلام ما علينا، لأنه برضو بيدخلوا بعضهم تعليقات، سواء صديقات إنه تصلحي ومش عارف إيش، وهذا يكذب المشاهد وهذا مش عارف إيش. مش طبيعي يعني، لو قت بالبركة كذا بالصدفة تمام، أما إني أقوم خاص نص أتصلح علشان أجي أسجل فيديو، ما أعتقدش إني بتحصل. المهم، والفيديوهات هي تصنيفات. وأحب الناس العفوية اللي تحبني زي ما أني وفاهمة، يعني في ناس كثير أعتقد نفس هذه الشخصية. المهم أني حبيت أتكلم في موضوع منتشر كثير يعني وفي سواء عليه أسئلة من الأهل أو مخاوف، برضو مخاوف من الأهل أيضا ومن الأصدقاء. الموضوع على اللي حصل مع شيماء بنت أبو غانم. بصراحة الموضوع مش قلقني ولا مخوفني أساسا، بس حبيت يعني أتكلم فيه. يعني أنا مش شايفة إنه الموضوع يستاهل هذه الضجة، لأنه أنا بصراحة ما بقولش مع البنت 100% أو مع الأب 100%. أنا موقفي مختلف، بحيث إنه أنت عايش في أمريكا، يعني المفترض الأب عايش في أمريكا، عارف بقوانين هذا البلد، عارف بطبيعة وثقافة هذا البلد. فمش إنه نرقم بثقافتنا وعادتنا ورا الشمس وخلاص ونعيش مع ثقافة البلد اللي احنا فيه. لا، حافظ على ثقافتك وبنفس الوقت اتكيف مع الثقافة اللي انت فيها. يعني الأب المفترض بحالته، طبعا اللي مش عارف قصة أبو غانم، هذا رجل يمني جاء لليمن، جاء لأمريكا وعاش مع أسرته في أمريكا، وكان أعتقد يشتغل في التراكس، اللي هو قيادة المركبات الكبار اللي توصل بضايع، عادة اللي يشتغلوا هذه الشغلة. ما شاء الله عليه، رجل متحضر متفهم، درس بناته وصلهم للجامعة. اللي حصل إنه هذه شيماء حبت شخص أو رجل من المكسيك، والراجل شكله يشتي يتسلق فوق ظهره، يشتي يدخل أمريكا عشان يحصل على الجنسية. بس البنت يعني عادي صغيرة، مش ما عندهاش خبرة، مش فاهمة الموضوع. المهم، اللي حصل كان المفترض يتفادى بشكل أفضل. علاقتنا بأبنائنا لازم تكون أقرب، تكون أقوى. في أمريكا ما ينفعش اللي هو يعني السلطة الأبوية هذه 100% اللي تمارس في البلدان العربية، وخصوصا في المجتمع اليمني، اللي التحكم 100% ما ينفعش هنا في أمريكا. لازم يكون في علاقة ود، علاقة تفاهم، علاقة أبوة وبنت نوعا ما كصداقة. ما نغفلش عن هذا الموضوع نهائيا. لو كان مش الأب تكون الأم، واحد من أحد الأطراف لازم يكون هذه العلاقة مع الأبناء، لازم. ولازم نحتوي أبنائنا بشكل عام. أنا ضد اللي عمله أبو غانم، ضده 100%. ما تقول أنت منفتحة وأنت متحضرة ويا سلام، لا، الموضوع مش كذا. أنا من النوع اللي وسطية، دائما وسطية في الأمور. فموضوع إنك تغصب بنتك إنها تتزوج، هذا ضد، منافي تماما لديننا، منافي تماما. البنت الثيبة تستأذن وإذن سكوته، ما وافقت خلاص الزواج ماشي بالغصب. اللي حصل أبو غانم شكله كان يشي يزوجها بالغصب أو يزوجها على حد بدون رضاها. طبعا أنا ضد تماما قرار البنت إنها هربت للمكسيك. مش حبت، ما علينا من حبت، هذه
موضوع منفصل. موضوع انت سبت لي تلفون، طرحته بحرية، خلال سنوات كانت المفترض تكون تحت رقابة وإشراف أبوي، بس ما حصلش، مع أنه في مليون تطبيق اليوم تركبه بالتلفون البنت وتعرف البنت مع من تتكلم وإيش تسوي وكذا. المهم ما حصلش. إحنا الآن نتكلم على بنت وصلت 21 سنة، خلاص في أمريكا، خلاص خرجت عن سلطتك يعني. فالبنت تروح، البنت مجرد إنه لو كانت عارفة، البنت لو كانت عارفة إنه بيتم احتوائه والكلام معه ومناقشته، كانت أكيد طرحت الموضوع في الطاولة وعرضته على الأب وقالت فلان يشتيني أو أنا أشتي فلان، وتم الاستيعاب ويعني يضم الموضوع بشكل إيش، بدون فضايح، بشكل ما نقول بشكل ودي، يعني إنه يتفاهموا مع البنت، يقول له خلاص خلي الراجل يحبك أو أنت تحبيه، بس مجرد ما هي تقول هي تحبه وهي تشتي، خلاص خليه يتقدم. البنت إيش سوت حاجة كبيرة بالنسبة أني المتحضرة اللي دحين الكل ما بعجبهمش خبري. أنا المتحضرة موضوع إنه البنت مشت سافرت للمكسيك، أني عن نفسي في هذه الحالة هنا انتهى. ما أعرف هذه البنت، ما أشتيها يعني، خلاص ممنوع، خرجت ما عاد ترجع. هذا لو عني أنا يعني. ممكن تقول له لا أنا قاسية، بس هذا طبيعي. أنا بوقف مع بنتي وبدعمها وبستوعبها وبكون معاها وكل شيء، ابني أو بنتي، في حالة إنه إيش يعني طرحتني بالصورة، فهمتني، فيحصل إيش نقاش تخلي الشخص أو الابن من نفسه هو اللي يقرر هل هذا فعلا يحبك أو يستغلك. اللي حصل عكس كذا تماما. البنت مشت وراحت للمكسيك بدون موافقة أبوها وبدون علمهم، ما عاد عرفوا إلا هي في المكسيك. خلاص أنت معك واحد من الخيارين، يا أما إنك توقع الأب الكيوت، الأب يعني المتحضر، والأب النايس، والأب المتفهم، واللي تدعم أولادك بكل الأحوال. وهذا يحصل كثير، وصراحة إني أحسد أو إني أغبط هذه الناس وأتمنى أكون مثلهم، بس في حاجات معينة لسه يعني كثقافة مهما كان تأثر فينا، ما وصلت لهذه الدرجة من التفهم. ففي ناس بيقولوا أوكي مش مشكلة، بيروحوا للمكسيك وزوجوهم أو حضروا عرسهم وباركوا لهم هذا الزواج. في بعضهم خلاص يتخلى عنها، يقول ما أعرفها طالما إني سوت بي هذا الشيء، يعني عملت يعني زي غدرت بي أو طعنتني، أو نقول إحنا كيف نقول يعني جابت لي العار مثلا، خلاص تنسى كأنه ما عندك بنت، الله معاها. أوكي، لا، اللي حصل بإيش؟ خيانة، حصل بأسلوب مش حلو، يعني إنه تواصلوا معاها على أساس إنه تمام بيجوا أبو أسرتها وكذا، وراحوا لها هناك وغدروا فيها، يعني أخذوها على أساس إنه تمام بيتم الزواج وكذا، وبعدين أخذوها لليمن. الأسلوب جدا مش لطيف، مش حلو. يعني يعتبر تقييد، يعتبر استغلال، يعتبر احتقار. البنت 21 سنة وعايشة في أمريكا ومتربية على الحرية وشايفة إيش البلد ممكن إنه بس لو بلغت إنه القانون معاها، فما ينفعش اللي سووه مع البنت صراحة يعني. مش عارفة ليش مش راضين يزوجوها على المكسيكي، يعني بغض النظر من أي جنسية، إذا كان مسلم إيش المشكلة يعني؟ ليش إحنا يعني اليمنيين ما عاد نشتي لنا نزوج يمنية على يمني؟ ما ينفعش. أو يعني هل إنه المكسيكي مثلا طامع بالجنسية؟ ما هو لو زوجها على يمني بيزوجها على يمني من خارج اليمن برضو، جاي علشان الجنسية غالبا. إذا كان الموضوع عشان زي ما قالوا إنه عشان الفلوس، أو إنه أبوها يشتي يأخذ مبلغ وقدره، طبعا ما بناقش موضوع الفلوس، لأنه الفلوس أنا مش ضد إنه يشتي مبلغ وقدره، لأنه مش بيع. إذا كانت هي موافقة على الزواج وتشتي تتزوج مثلا، موافقة على شخص معين سواء من داخل أمريكا أو خارج أمريكا أو من أي جنسية، موضوع المبلغ هذا اللي في أغلب التعليقات جالسين يتكلموا على موضوع المبلغ هو لا شيء. لما يقولوا 70,000 80,000 أو whatever، يعني الجامعة لوحدها ممكن بالسنة 60,000 إنه يدرسها أبوها بالجامعة ب60,000 50,000.
فموضوع الفلوس هذا ما بيفهمهاش إلا اللي عايش في أمريكا، يعني المصاريف والتكلفة موضوع إنه تغصبها على الزواج، هذه هي النقطة، هذه هي لب الموضوع. لا تغصبوا بناتكم على الزواج، لا تغصبوهنش. الآن يقولوا لا تعلموهنش، لا، التعليم مهم وضروري للبنت، ولازم لازم البنت تواصل تعليمها وتوصل للجامعة. قووا علاقتكم مع أولادكم، استوعبوهم، حسسوهم بالأمان، حسسوهم إنهم لهم قرارات وقادرين يتخذوا قرارات من أنفسهم بدون أي ضغط، وإن أنتم بتساندوهم بهذا القرار طالما إنه ناقشوا القرار وهم معاكم في البيت. تمام. يعني موضوع الزواجة إنه تنغصب، لا، ديننا ما يسمحش بهذا الشيء، والبنت لازم توافق، بالذات لو كانت بكر، وكمان لو كانت مطلقة برضه إنه لازم لها الموافقة. الله المستعان. وهذا الموضوع بجد، يعني خلينا إحنا نعيد النظر، إيش نقول 180 درجة، نعيد التفكير باللي حاصل بمستقبل أولادنا، وفتح عيوننا على عدة أشياء، وأتمنى نستفيد منها. البنت شيماء إن شاء الله تكون بخير وبصحة وعافية، وإذا في مجال إنه تسحب دعوها عن أبوها، كبر فقط تسحب، مش إنها غلطت، لا ما غلطت. اللي الغلط تم حين استغلوها، وحين قيدوا حريتها، وحين كانوا يغصبوها ويعني وخدعوها وأخذوها لمصر وبعدين أخذوها لليمن. هنا الغلط 100%، هنا الغلط. أو كانوا يزوجوها على حد غصب عنها، أو ما يشوهاش تتزوج الشخص اللي تحبه، هنا الغلط. لكن كبر يا شيماء، لو سمعتي أي فيديو أو وصل لك هذا الفيديو، سبحان الله، إنه لو قادرة تسحبي الدعوة حقك ضد أبوك تسحبي، وأتمنى تكون برضو قادرة إنها تتخذ قرار صح. تعطي لكل حد حجمه. يعني هذا المكسيكي مش عارفة، مع إني متعاطفة مع شيماء ومع شيماء إنها تتزوج الشخص اللي تشتيه، بس موضوع المكسيكي هذا إن شاء الله يكون شخص جدي، وإن شاء الله إنه يكون شخص فعلا حاببها ويتزوجها لها كشيماء، مو مشكلة، لكن ما يكون يستغلها استغلال. والله يحفظ بناتنا ويستر عليهن إن شاء الله، ويعيننا على التربية، وخصوصا بهذا البلد.